تعليق في ساعة المغربية الجزائرية. أنا الحقيقة مع احترامي للتحليل اللي قدمه حسن، أما العلاقات الجزائرية المغربية لسنوات طويلة مش تعرف التطبيع اللي يحكي عليه حسن. فما قلت لسنوات، مش ما قلتش لعقود طويله، ماهيش الامور مش تكون بالصوره الايجابيه اللي حكى عليها حسن. فما في خطاب محمد السادس جزئيه مهمه برشا، هو اعلن وفاه الاتحاد المغاربي، قال حرفيا، قال شعلة الاتحاد المغاربي انطفأت، حلم الرواد يتعرض للخيانة، الاتحاد المغاربي المنطقة الأقل اندماجا في القارة إن لم يكن في العالم. وأعطى أرقام العلاقات عن المبادلات التجارية البينية بين دول المغرب العربي 3%، والتصويت 39 دولة إفريقية. ومعروف الصراع شكون الدول اللي محور نيجيريا، إفريقيا الجنوبية، الجزائر، والمفوضة السابقة للاتحاد، هذم اللي خدموا ضد عودة المغرب. يعني إعلان وفاة الاتحاد المغاربي، أنا بصراحة يعني أول حاجة فكرت فيها باكوش قاعد يعمل في المغرب. فعلا الاتحاد المغاربي هذا كيان ميت وما عنده حتى مستقبل، ويلزم احنا نبطلوا هالشعارات اللي ما عندها وين توصلنا. المغرب اختارت طريقها وتموقعت في إفريقيا، جنوب الصحراء وتحديدا في غرب إفريقيا. يلزم نختاروا وين. الاتحاد المغاربي لا مستقبل له على الأقل في المنظور القريب، يلزم نشوفوا اثنين. أنا ما حكيتش على الاتحاد المغاربي، سامحني، حكيت على العلاقه بين الجزائر والمغرب، ما عندها حتى علاقه مع المغاربي لانه ماهيش في هذاك هو الاطار. وتونس تاع بورقيبه رغم اللي ملاحظات محمد في الاتحاد المغرب العربي في محلها حاجه اخرى غير يعني العلاقات المترديه بين المغرب والجزائر. تفضل شكيب. انا سبقني محمد بوغلاب للموضوع هذا لاني حبيت نقول انا كدخله انه حزين لما حصل، لانه صحيح اليوم نحكيه على المغرب، على نجاحات دبلوماسية تبحث على عمقها الافريقي، تحب تكون مرفأ بين افريقيا ودول العالم، تحب تكون مطار بين افريقيا وباقي العالم. الملك دخل في شراكات اقتصادية، الملك اليوم ترك حتى الاتيكيت والبروتوكول ويهبط في شوارع مدن افريقية ويتصور مع كل الناس كما حصل في بلادنا. الملك يدفع المنح الطلبة أفارقة واصلين باش يكونوا غدويك ماسكين بزمام الأمر في بلدان إفريقية، وهذا مهم الغدويك المستقبل العلاقات المغربية الإفريقية. فما مسألة مهمة قالت أنه الاستثمار في المسألة الدينية. ما نعرفش علاش نحن في تونس عندنا خوف كبير برشا وفوبيا من الموضوع هذا. الدين راه قوة ناعمة ناس تستثمر فيها، واليوم ناس تحكي على جغرافيا سياسية دينية وتحكي على التنافس الديني بين الجزائر وبين المغرب. المغرب يستثمر في الموضوع هذا، مدارس قرآنية في إفريقيا الكل على رأسها مغاربة، جامعة القرويين تستقبل في الأفارقة تدريسهم. تتذكر مرة حكينا على الكود جول مريم على المعهد العالي للدراسات الإسلامية في تونس وجامعة القرويين، كيفاش نحن هجروا المعهد هذا في اتجاه جامعة القرويين اللي ولا عندها جاذبية كبيرة. صحيح هذا يسجل المغرب واقعية سياسية باش تقعد مع الجمهورية الصحراوية اللي غادرت الاتحاد الافريقي على خاطرها اليوم ترجع بالواقعيه هذيك وكذا. ولكن علاش اقول انا حزين؟ لانه المغرب كما اعلن على التحاقه بالبيت الافريقي اعلن على مغادرته هجره للبيت المغاربي. الموضوع هذا اللي تم دسترته في تونس، المغرب قالوا اعلن عن وفاه ونهايه حاجه اسمها بيت المغرب العربي، وهذا مؤسف ومحزن. اليوم ماشيين باش يتم ترحيل ونقل الخلاف والنزاع الجزائري المغربي للاتحاد الافريقي. شكون مستفيد من هذا؟ اليوم نحكيه بعنوان كبير برشا على اختراق اسرائيلي لافريقيا. ما ننساوش ويلزمنا نربطوا بين الزياره اللي عملها نتنياهو في جويليا 2016 لاكثر من دوله افريقيه، ل4 دول افريقيه، واعلن على خارطه طريق من 9 بنود. نتنياهو يحكي لنا على شراكات اقتصاديه، يحكي لنا على شراكات امنيه. اليوم السيد هذايا نتنياهو يراهن على القوه التصويتيه الافريقيه في المنظمات الامميه باش يفك العزله عنه. اليوم يحكي على امنه الغذائي، على امنه المائي. ما عندوش علاقه نتنياهو مع فرنسا وانجلترا وامريكا؟ ما عندها. ما لازمنا نقولوا حاجه، لانه العلاقه كانت بارده بين افريقيا واسرائيل. ما ننساوش اللي كانت فما قطيعه، ما ننساوش اللي افريقيا كانت تصوت كلها مع القضيه الفلسطينيه وتدعم القضيه الفلسطينيه. هالرجعه هذه اليوم اسرائيل تبحث على تجديد طلب انه مقعد داخل الاتحاد الافريقي. اثيوبيا صارت مفاهمات بين اثيوبيا واسرائيل وغيرها من الدول على اساس انه باش تدفع وتدافع على مساله انه مقعد لاسرائيل في الاتحاد الافريقي. اليوم هذا الخط الاسرائيلي
الاسرائيلي والاختراق الاسرائيلي الافريقي مهم ناكدوا عليه. اليوم وصلنا الناس تحكي على تسريبات انه السيسي وسط في اسرائيل مع اثيوبيا على مساله سد النهضه ومساله الامن المائي، معنى هذا كله مطروح. المستفيد اليوم من التنازع المغربي الجزائري اللي باش ينقل للاتحاد الافريقي هي اسرائيل. اليوم خلينا نحكيو على جاره اللي نحن عمقنا زاد الامني في ليبيا. علاش كنشوفوا اليوم اتفاق الصخيرات الجزائر ما يشترف فيه، كنشوفوا اليوم المبادره الثلاثيه بين الجزائر ومصر وتونس ما نلقاوش فيها المغرب. هذا ممكن يأثر ويضعف من حظوظ حل سياسي في ليبيا اللي هو عمقنا الأمني في ليبيا. هذا مؤسف ما يحصل لنا تقديري من التنازع هذا، ما يحصل من مغادرة بيت المغرب العربي، هذا محزن. نتذكروا تصريح الرئيس السبسي وقت اللي قال راهو الجامعة العربية زاد انتهت. معنا نحكيو على مؤسسات عربية محطمة مغاربية محطمة. ضعف الدول العربية الإفريقية وتنازعهم داخل الاتحاد الإفريقي. المستفيد أولا وأخيرا من كل هذا هي إسرائيل.